السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة، وهيطلع معاكي انجح واحلى بيتي فور، واحلى من الجاهز الف مليون مرة. بيتي فور هش وناعم ومفهوش ولا غلطة. هعمله معاكي بكيس الحلواني والمكنة، والطريقة تنفع بالاتنين، وكل التفاصيل هتعرفيها جوه الفيديو. ان شاء الله تعرفيها واحدة واحدة، هتبقي استاذة فيه وتعمليه وانت مغمضة. يلا بينا نشوف الطريقة، ويا ريت ما تنسيش اللايك. انا معايا هنا في بولة العجان كوباية ونص من السكر، عليهم كيلو الا ربع زبدة سايحة. الزبدة دي نيوزيلندي يا بنات. هفضل اضرب فيها مع السكر لحد لونها ما يفتح. اول ما لونها يفتح هنزل بالبيض، بيضة بيضة. انا معايا 3 بيضات كاملين بصفرها وبيضها. تمام كده. هننزل بيها لحد ما الخليط يتجانس كله مع بعضه، وهنحط عليهم ظرف من الفانيليا. معايا هنا الدقيق، انا بستخدم دقيق الضحى. اي دقيق تستخدميه متعدد الاستخدامات او معمول للكحك والبسكوت هيبقى كويس. وهنحط عليه معلقه صغيره من الملح، وتقلبيهم مع بعض زي ما انت ما شايفه كده، وخلي الملح كله يتدخل في قلب الدقيق. هنزل بيهم على الزبده بتاعتي والسكر او السمنه والسكر، ولو عملتيه بزبده برضه هيبقى كويس. وانا هقولك على تركايه تشتغلي بيه كده او كده، يعني سواء بالكيس او بالمكنه، وهيبقى معاكي كويس. انا حطيت الدقيق هنا على مرحلتين، تقدري تحطيه كله على مرحله واحده، لان قوه العجان مش زي قوه ايديكي. هنلم العجينه بس يا بنات. انت بس عشان شايفه الفيديو هنا بيجري بسرعه، فانت مفكره انا معليه السرعه. لا، السرعه انا بس مجريه الفيديو علشان بس الوقت بتاع الفيديو. لكن انت كل ما عليكي انك هتلمي، سواء عملتي بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي. في الحاله دي او في الحاله دي انت ما بتعجنيش، انت بتلمي فقط لا غير. كل النواعم يا بنات احنا بنلمها بالايدين بس. خلاص كده تمام. بص كده العجينه ما بتشققش وزي الفل. نفترض ان العجينه سايله منك، هتعملي ايه؟ تحطي لها معلقه دقيق واحده واحده. احتاجت معلقه كمان تمام، ما احتاجتش خلاص. وهجيب كيس الحلواني اللي انت شايفاه ده، بس يكون الكيس المخصص بتاع البيتي فور، عشان الكيس التاني بيطرقع. شكل البيتي فوريه بقى بيعتمد عليك انت. عايزاها صغيره هتدوسي دوسه صغيره، عايزاها كبير هتدوسي دوسه كبيره. تمام كده. هيشتغل معاكي سواء بالزبده او بالسمنه. انا ما كانش عندي بقى اللي هي الايه التيب بتاع البيتي فور، فاستخدمت التيب ده. وهنبدا نعمل الصاج التاني برضو نفس القصه. ايه رايكم يا بنات؟ صغير اهوت وجميل ومنمنم. وانا هعمل برضو حبه كبار، يعني هعمل حبه صغيرين وحبه كبار. وهنشتغل برضو بيه بالمكنه دلوقتي، وهقول لكم ازاي. تسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانيه. هو ما بيفرش قوي، بس برضو سيبي مسافه. الصاج اللي هتعمليه تدخليه في التلاجة. بما ان الجو ساقع فممكن تستغني عن حركه التلاجة دي، هتسيبيهم بره. ليه؟ عشان ما يطردش الايدام بتاعه، عشان تفضل السمنه في قلبيه ما تسردش. لو الجو حر يا بنات وشغالين في الصيف، ما انت مضطره ان انت تدخليه التلاجة. هتعملي السيجان كلها تخليها في التلاجة. في الوقت ده يا بنات هتبقوا مولعين الفرن قبلها ب5 دقايق، على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 180. يتحط في الرف الأوسط. تمام كده. لمدة قد ايه؟ من 10 دقايق لربع ساعة. ممكن ياخد معاكي أقل أكتر. افتحي وبصي وشوفي الصاج بتاعك والتسوية بتاعت الفرن بتاعتك. أنا هنا عملته نصه كاكاو ونصه ايه اللي بالفانيليا. طبعا دي مش صعبة. هتحطي معلقتين من الكاكاو، وبعدين تحطي عليها معلقة سمنة، وتبدأي تقلبي الخليط بإيديكي. هيطلع معاكي زي الفل. انت دلوقتي عايزه تشتغلي بيه في المكنه، هتقولي لا ما هو اصل في المكنه غير الكيس. لا، حطيها في التلاجة واشتغلي بيها في المكنه، هتطلع معاكي زي الفل. بصي التسويه يا بنات فوق زي تحت. ما عندكيش انت فوق وتحت، لان انا هحطه في الفرن الكهرباء بيوفر عليا كتير بصراحه. عايزاه انت مثلا مستوي، التسويه اللي هي ال10 على 10. احمر عندك من الارضيه ومحمرش من فوق، وانت حباه من فوق احمر، خلاص اقفلي من تحت وشغلي من فوق. تمام كده. وفي حبه من البيتوفور انا دوست عليهم بصباعي كده، بحيث ان يبقى له مكان احط فيه بس شويه مربى. دلوقتي انت عايزه تحشيه بالشوكولاته او تحشيه بالمربى. البيتوفور اللي احنا عاملينه ده يا بنات دايب جدا. عشان تبقي عايزاه دايب قوي، انت هتعملي له ايه؟ هتعملي له زي ما انا ما عملت بالظبط كده. هتحطي ال3 بيضات كاملين بصفرهم ببياضهم. عايزاه مش دايب، يعني عايزاه ماسك نفسه نوعا ما، وهيطلع طري برده وجميل وزي الفل. هتعمليه فقط ببياض بيض فقط. وممكن تحبي مثلا ان انت تحطي لي بيضايه كامله مع الاتنين البياض البيض، مفيش مشكله. بس انا عامه هعمله معاكم مره تانية ان شاء الله. انا بعمله كده، بعمله كله ببيض بيض. انت مثلا بتخرجي اوردرات وهتعمليه دايب كده، مش هينفع تحشيه مربى، لانك لو حشيتيه مربى بيبقى دايب فوق الوصف. ودي مربى مشمش يا بنات، انا كنت عاملاها في البيت. بص بسم الله ما شاء الله، تقيله وغامقه ازاي. ان شاء الله ابقى اعملها معاكم في مره هنحشي بيها. مربى المشمش بتدي تيست عالي جدا للبيتي فور. عايزه تعملي بفراوله مفيش مشكله، اي مربى متوفره عندك، ما توقفيش نفسك عند حاجه. بس انا بقول لك الاحسن
ان انت تعملي بمربى المشمش، وهناخد ما بين كل واحده وواحده ونلزقهم كده. وممكن ما تعمليش كده، ممكن ان انت ايه تعملي اهو زي ما انا بقى بعمل كده، تحطي بس وتسيبي البوتفرايه زي ما هي كده، وتحطي لها من فوق مربى الفراوله ومربى المشمش. ما عندكيش مربى مشمش او ما عندكيش مربى فراوله، عارفين الجليز اللي هو بتاعنا اللي لونه احمر دوت ولونه اصفر، تستخدميه. يعني اللي هو بالفراوله واللي بالمانجا تقدري تستخدميه. تمام كده يا بنات. بس انا كان عندي مربى فراوله وكان عندي مربى مشمش، لو ما عندكيش دول تقدري تشتغلي بالايه، بالجليس ده طعمه حلو برده. وانا عندي هنا فورماسيل وسوداني وجوزة هند وفورماسيل اللي هو الايه البني، وهبدا اشتغل على الناحيتين. يعني مره هحط في الفورماسيل وبعد كده احط في السوداني، وبعد كل واحده كده بترتيبها على حسب عيالي ما بيحبوا. يعني انا في حاجات بكتر منها وفي حاجات بقلل منها. وفي انا بصراحه برضو احنا مقسومين جزئين، ان احنا في عيالي بيحبوها ساده، وعيالي يقولوا لي لا يا ماما احنا بنحبها زي ما بتعمليها كده بس كلها شوكولاته. فانا عملت كله بحيث ان اللي يعجبه حاجه ياخد منها. انت بالنسبه لك لو شغاله اوردرات، حاولي بقدر المستطاع ان يبقى في ايدك ماسك نفسه، ما يبقاش يعني دايب زياده عن اللزوم، عشان على ما توصليه هيكون اتفتفت منك. فانت عايزاه يبقى ماسك نفسه ماسك نفسه. يبقى لو هتعمليه ببياض البيض هيبقى تمام و10 على 10، تقدري تحشيه مربى. لو هتعمليه زي ما انا ما عملت كده بالبيض الكامل، هتضطر ان انت تعمليه كده زي ما انا ما قلت لك، تحطي له بس شوكولاته من النص. بلاش المربى، لان المربى بتطريه زياده عن اللزوم، واحنا عايزين حاجه تمسكه وتديله صلابه شويه. تمام. انا عملت كده بالشوكولاته البني، هشتغل كده بالشوكولاته البيضاء. تقدري تعمليها من اولها لاخرها مش نصها، من اولها لاخرها تعمليها شوكولاته، يعني تنزليها وتغطسيها كلها شوكولاته. وبالنسبه ان انت تقدري تخزنيهم ازاي، تقدري تجيبي علبه محكمه الغلق اللي هي بتتقفل من ناحيتين دي يا بنات، وعليها الغطا بتاعها، بتبقى كويسه جدا، وتسيبي بره بيبقى تمام وزي الفل. ليه؟ لان الجو شتاء، الجو صيف مش هينفع، لازم تحطيه في التلاجة. هتقولي طب ما التلاجة بتطلع بخار من الميه على احنا عملنا هم. بصوا يا بنات، التلاجة مثلا بتطلع بخار ميه، معلش حتى لو بتطلع بخار ميه حطي على وشهم المناديل اللي هي بتاعه المطبخ، تمام كده، وتحط فوق منها كيس البلاستيك، مش هتطلع اي ميه. المناديل بتاعه المطبخ دي بتشرب الميه زي الفل، وعلى فكره ما بتعجنش لانها مش مناديل ورق، دي مناديل مطبخ. اهو بصوا عملنا حبه كده وحبه كده. تقدري بقى ان انت ايه تعمليهم زي ما انا ما عملت كده، تقدري تدوسي الضغطه زي ما قلت لك كبيره او صغيره. انا عايزه حبه كبار وحبه صغيرين، عملت من دي وعملت من دي. اهو بص اللون ده واللون ده، انا بحب اللون الابيض بصراحه يا جماعه. اللي فوق دوت انا عندي زي ما قلت لكم فريق بيحب ده وفريق بيحب ده. ايه رايكم؟ ان شاء الله تتبعوا الطريقه ويطلع معاكي اسهل بتفور. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.